سلام. بما انه الشهر الكريم على الابواب، الله يوصلوا علينا بالصحه والسلامه والله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. فضروري غنحتاجوا المعسلات، والمعسلات ضروري غنحتاجوا العسل. اول حاجه نصايبوها هي العسل. خاص يتصايب هكايا بواحد المده قبل عاد نبداو في المعسلات ديالنا. وهذا العسل ان شاء الله تجربوه بعينكم مغمضين، ساهل ودغيا كيوجد. واخا تكوني اول مره غتستعملوا العسل فان شاء الله غادي ينجح معكم من اول تجربه، وغادي نقدموا معكم غير بسكر سنيده. ولكن عندكم الاختيار نفس الطريقه، انا غندير سكر سنيده، ممكن ديروا سكر قالب او حتى هذاك الطوب. المهم عندي هنا 4 كيلو ديال سكر سنيده. بغيتو ديروا النص ديال المقادير فغديروا غير النص يعني غير باكيه وحده اللي فيها 2 كيلو، العبار ديال 2 كيلو. انا غنخلي لكم في صندوق الوصف العبار ديال هكايا 2 كيلو وحتى المقادير ديال هاد 4 كيلو. غادي نعبر معكم الماء بالكاس. غادي نحتاجوا ليه 2 ديال الماء و2 كيسان ديال العنبه، يعني 2 زائد 2 كيسان. انا هنا 2 عبرتها معكم بالكاس باش حتى الناس اللي ما عندهمش هكايا القرعه او لا بغاو يعرفوا بالكاس. فهنا غنديروا 12 كاس ديال الماء ديال العنبه وغنزيدوا 2. يعني الا عبرنا غير بالكاس فغنحتاجوا 14 كاس ديال الماء، ما يعادل 2 و2 كيسان. يعني كل 2 كيلو ديال السنيده، يعني كل باكيه ديال السنيده غادي نحتاجوا معاها 7 ديال الكيسان ديال الماء. كل 2 كيلو غنديروا معاه 7 الكيسان ديال الماء. انا هنا ضوبلت المقادير، يعني عندي 4 كيلو ديال السنيده فانا استعملت 14 كاس اللي هي 2 ديال الماء وزائد 2 كيسان. مفهومه؟ صافي كنخلطوا هاد الماء مع السكر. يا من الاحسن ديروه ليله قبل باش الغد ليه يذوب معكم السكر، اولا بالاخص الا درتو سكر قالب اولا الطوب فخليوه بحال هكا ديروه في الليل وخليوه باش يلاه يذوب. انا درت غير السنيده فهي كتجي سهله، غير مره كنحركوها فهي كتدغيا كذوب. هنايا غادي نحتاجو 2 حامضات كبار. بما ان هادو الحامضات اللي عندي غير صغيورين فانا درت 3. كنحتاجو 2 حامضات يكونوا كبارين، كنقطعوهم هكايا دويورات كنديروهم مع السكر. وعندنا القرفه عواد، تقريبا درت 4 ديال العويدات ديال القرفه، يعني عواد هكايا كبارين ديال القرفه، تقريبا 4 حتى ل6 ديروا. انا درت 4 لانه عندي هذوك العواد كبار ديال القرفه. صافي هادو هما المقادير اللي غادي نديرو وغادي نحطوه فوق البوطه. هنايا خاص الزيت ما غاديش نسدوه هكايا عليه، نخليوه هكايا منفس. انا للامانه انا ما كنحطش كاع، ما كنسدوش نهائيا، كنخليها بحال هكا، يعني ما كنسدش عليها هذيك الغلاقه. غير نتوما الا بغيتو تحطوا الغلاقه من الفوق فما تسدوهاش، خليوها منفسه من الجوانب بجوج. اما من الاحسن انكم ما ديروش كاع، ما تسدوش عليه، ما ديروش ليه لا الغلاقه لا والو، خليوه بحال هكا. العافيه كتكون مجهده حتى كطلعوا الغليه. انا هنا مجهداه ومره كنحرك باش ما تلصقش لينا هذيك السنيده لتحت، وفي نفس الوقت كتذوب معنا دغيا. صافي وكنخلي العافيه مجهده، يعني مجهده ديال بصح حتى كيوصل لهاد الدرجه ديال الغليان. هنا في هاد الوقيته هادي فاش بدا كيغلى، يعني طلعاتو الغليه، نقصتو، يعني خليته ناقص على المهل وكنخليه يطيب على خاطرو. وفي نفس الوقت ما كنسدش عليه، يعني كنخليه يطيب على خاطرو. وهنا ملي كيطلعوا الغليه عاد غادي نبداو نحسبوا ليه الوقت. عندي هنايا تقريبا ديال الوقت 4 كيلو ديال السنيده فغتاخد لكم الوقت ساعتين ديال الوقت حتى لساعتين وربع، ما تفوتوش ساعتين وربع. يعني ساعتين هكا ملي وصل لهاد الدرجه ديال الغليان حنايا نبداو نحسبوا ليه الوقت. غادي نحسبوا ليه ساعتين ديال الوقت ونقدروا نزيدوا هذيك ربع ساعه. صافي ومره كنحيدوا ليه هاد الكشكوشه اللي كتكون فيه، هو ما كيطلقش بزاف وما غاديش نحيدوها يعني بزاف. تقريبا هنايا شي 2 مرات اللي حيدت ليه هاد الكشكوشه هكا اللي كتكون هكايا في الجناب فهي كتمرر لينا العسل. من الاحسن انكم تحيدوها، فهكا ما كيطلقش هو بزاف. تقريبا كما قلت لكم 2 المرات، يعني هكايا غير واحد شويه يعني خفيف اللي حيدت. صافي وكنبقاو كما قلت لكم مره كنحركوه. كما شفتوا راه اللون بدا كيتبدل ليه حتى كدوز هذيك الساعتين اللي قلت لكم ديال المكانه. وباش كتعرفوه انه
يعني قرب يوجد هكايا هذاك الحامض كيولي اللون ديالو بحال الكراميل، يعني كيتبدل لي اللون ديالو، ما كيبقاش كما ضفناه في الاول. صافي كنبقاو نحركوه. الا بغيتو ديروا التجربه ديال الناس ديال بكري، فكتاخذوا منه واحد شويه. هذه بطبيعه الحال حتى كتوصل هذيك الساعتين كناخذوا واحد شويه كنحطوه هكايا في شي طبسيل يكون بارد، وهكا كندوزو بصبعنا. الا تلاقاو هذوك الخطوط بجوج فراه باقي خصو شويه. الا ما بقاوش تلاقاو، يعني كيبقى لينا هذاك الخط اللي درنا بصبعنا، فهنايا راه العسل ديالنا واجد. صافي دازت ساعتين ديال المكانه وكنحطوه هو باقي سخون. انا غادي نصفيه. غير في هذه المرحله هذه تردوا البال مزيان مزيان، لانه راه اصعب حاجه انه يقيسكم الله يستر العسل. ردوا البال بزاف. الا لقيتو شي حد يشد معكم هكايا، يا اما الصفايه يا اما نصفيتو بالغربال. علاش؟ لانه هذاك الحامض فكيطلق لينا هذاك اللب ديالو كيما شفتوا راه كيبقى هكا في الغربال. داكشي علاش ضروري نصفيوه. الا خليناه حتى يبرد فهو غيختار وغادي يجينا صعوبه باش نصفيوه. داكشي علاش من الاحسن نصفيوه وهو باقي سخون. صافي صفيناه من الحامض وهذا، وهنايا وهو باقي سخون فانا غادي نضيف ليه كاس ديال المزهر. هنايا للاسف انا راه ما تشدتش ليا هاد اللقطه هذه. المهم كاس ديال المزهر ضفتها من بعد ما صفيته. ضفنا ليه كاس ديال المزهر وغنخليوه ليله كامله كيما شفتوه دابايا راه جاري. ولكن ما تخافوش منه، كنخليوه على جنب ليله كامله حتى كيبرد مزيان مزيان كيما شفتوا، وكيعقاد كيجي خاتر وكيجي زوين وناجح وما يتحجرش معكم. واحس اهم حاجه انكم، يعني النصيحه اللي ممكن نعطيكم انايا في العسل، الا بغيتوه المعسلات انكم تصايبوه هكايا 3 ايام حتى 4 ايام قبل، باش هنا كتعرفوا حتى لا تحجر معكم ولا شي حاجه. يعني كتصايبوه كتعرفوا على تيساع اشنو كاين. ماشي حتى غير تصايبوه اليوم الغد ليه تصاوبوه هكا المعسلات وديروه فيه، فهنايا ضايعين في هذيك المعسله اللي صايبته. ولكن ان شاء الله هذا راه ناجح 100%. ما غتخافوا منه ما حتى حاجه، وناجح من اول تجربه. بقى لي غير نقول لكم بصحه وراحه. خليتكم على خير، بسلامه.